طب ايه يا موزع؟ يا راجل قدر ان احنا ماشيين معاك، اللي انت هتعمله ده عيب. ياد مش منبهين عليك لما يكون ماشيين معاك تعملش الحركات دي، ما ترضاهوش على نفسك، ترضاهوش على غيرك يا اخي. معلش يا اختي، حقك عليني، هو الغلطان، معلش. لا سيبهولي بقى، بتعاكس اختك يا ضحى، اخصى عليك. اخته؟ طلعت اختك اهي. يعني قصدك يا اختي انت اخته فعلا بنت ابوه؟ ايوه بنت ابوه. عاجبك كده؟ اهي طلعت اختك اهي بنت ابوك. ما قلت لك ما ترضاهوش على نفسك، ما ترضاهوش لغيرك، ما تمشيش معانا تاني. عاجبك الموقف المحرج اللي انت حطيتنا فيه ده يا دوحة؟ اللي انت عملته ده اكبر غلط. احنا ماشيين تقوم كده بالصدفة تطلع منك كلمة زي دي؟ ده غلط. وفي الاخر طلعت مين؟ طلعت اختك بنت ابوك، اللي انتوا اتنين عايشين في بيت واحد. شفت باقي؟ الدنيا ضيقة يا اخي، الدنيا ضيقة. وعلى رأي والد عمي قالها لك، اللي ما ترضاوش لنفسك ما ترضاوش على غيرك. معلش يا جماعه، حقكم عليا، والله ما كنتش عارف ان هي يا اختي. معلش يا اختي سامحيني، معلش حقك عليا، معلش والنبي سامحيني، انا اسف. يا ابو صاحبه، الموضوع مش في قصه اختك ولا مش اختك، الموضوع انك انت ما ترضاهاش على حد. اديك ما رضيتهاش على اختك، ما ترضاها على الغريبه ليه؟ مش عيب؟ ما يصحش، ما تعملهاش تاني. وزي ما قال لك والد عمي، اللي ما ترضاوش لنفسك ما ترضاوش لغيرك. وانت يا اختي حقك علينا المره الثانيه، احنا اسفين واحنا مش وش كده، بس والله هو اللي فات من وسطينا وقال الكلمه احنا ما كناش متوقعينه اصلا، فما تزعليش مننا وحقك علينا. وخلاص الموضوع جاء بسيط الحمد لله وسترت، وبعدين اخوك يعني مش حد غريب. انا اخويا وانا عارفاه، والحمد لله ان هي جت لعندي كده. هو طول عمره كده مش هيتغير، بس الحمد لله ان يعرف ناس كويسه زيكم تعلموه الصح من الغلط. حصل خير، وانت انسانه كويسه والله وعلى راسنا من فوق، واختنا الكبيره. اذا كان على اخوك احنا هنعلموه فعلا صح من غلط، وكلنا هنتعلمه. بص يا دوحه، هقولهم لك كلمتين عشان تاخد اختك وتمشي. اوعاك في يوم من الايام تبقى ماشي مع ناس، دي اول حاجه، وتعمل موقف زي ده. اولا هتقلب نفسك وبالناس اللي معاك. ثانيا اللي انت بتتكلم معاها دي ولا قلت لها كلمه مش هتعرف رد فعلها هيكون ايه ليك، ففي الحالتين هتقلب نفسك. وارجع واقول لك، اللي ما ترضاهوش على نفسك ما ترضاهوش على بنات الناس. فهمني؟ فكك من الوقت اللي انت فيه ده والفاهم، اكبر شوي وبلاش تعمل كده عشان عيب، واحنا كلنا معانا ولايه وبنات. فهمني؟ فالواحد زي ما يخاف على بيته واهله يخاف على بنات الناس، عشان خاطر اللي هيحترم الناس هتحترمه، وبرضك هيعمل احترام لنفسه وقيمي، لكن ما يبقاش لا مؤاخذه كلمه تجيبه وكلمه توديه، والشغل اللي هو الثلاثه اونطه ملوش عازه ده. فالحمد لله يا اختي انها جت لحد كده، فانت خد اختك وتوكل على الله. معلش يا اخواتي، حقكم عليا. وبعدين نحن صعايده ما نرضوش بالعيب. يلا خد اختك يا دوحه وتوكل على الله. يلا يا اختي، وربنا يهديك على نفسك.